السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على القناة. الفيديو ديال اليوم هو واحد الوصفة بغيت نشاركها معكم، وصفة اللي هي فادتني بزاف وما بغيتش نحتفظ بها بوحدي، ما بغيتش نحتفظ بها ليا بوحدي، بغيت نشاركها مع الأخوات ومع اللي باغيها. هاد الوصفه هذه خطيره جدا، ماشي خطيره يعني شي حاجه خايبه، غير قلت خطيره وصافي. خطيره يعني شي حاجه اللي ما تطيح لكمش على البال. شي بزاف د الاخوات تنعرفهم انهم تستعملوا هاد الوصفه هذه وفادوني بها، وانا عاوتاني غادي نفيد بها واحد اخرين. يعني وصلوا لواحد المرحله ديال الصلع. تتعرفوا شنو المعنى ديال الصلع؟ يعني راه عياو بالدوايات، عياو بلي شامبوان من لي فارماسي والو، يعني داكشي يخلف وتيولي عاوتاني يرجع كيف كان. اللي بغيت نقول لكم الوصفه هي حتى شي حاجه ديال الفلوس، يعني وصفه تنستعملوها. قشور البصله، يعني القشور ديال البصله اللي تنلوحهم كل نهار، يعني كل بيت مغربي ضروري ربة البيت ولا تتنصب بالبصله. البصله ماشي هي اللي تنحتاجوها، تنحتاجو القشور ديالها، القشور ديال البصله. القشور ديال البصله عندها واحد الفوائد عظيمه، ماشي الداخلاني، ولكن انا راه الا بقات شي حاجه ديال الداخلاني البصله ماشي مشكل، واخا تبقى لكم. هادو هما القشور ديال البصله، راه كل نهار تنحتاجوها. يمكن لكم تبقاو تجمعوها في شي حويجه هكا كل نهار، يمكن لكم تاخذوا داك اللي غادي تلوحوا، من الاحسن ما تلوحوش ونستعملوه بهذه الطريقه. هذه الطريقه اللي تنستعملوه هي القشور ديال البصله على هذا الشكل، هادو بحال هكا، هادو هما اللي تنحتاجو. ومن الاحسن تكون البصله الحمراء، من الاحسن تكون البصله الحمراء. هاد الشيء هذا اللي كاين، هاد القشور هادو تنديروهم في كاسرونه، تنضيفوا عليها الماء وتنغليوهم، تيبقى داك الماء تيطبخ حتى تيولي احمر بحال هكا تيولي اللون هو ماشي حمر ولكن المهم بني بحال هكا. المهم تتخليوها تطبخ مزيان داك القشور ديال البصله مع الماء حتى تيولي اللون ديالو غامق بحال هكا. من بعد تنصفيوها. المهم هكا ملي تنغليوها وهذا تنصفيو، تنلوحوا هادشي هذا ما حاجتناش به. تناخذوا غير الماء ديالها اللي هو بهذا الشكل هذا، مصفى ديال داكشي اللي غلينا، تنخليوه يبرد، ومن بعد تنعمروه في هذا البخاخ هذا. المهم نتوما اللي سلكاتكم ديروها. النهار اللي غادي تكونوا غادي تغسلوا الشعر ديالكم، يمكن لكم يكون دافي وتخويوه على الشعر ديالكم وتغطيوه بشي حاجه، بشي بوني ولا بشي حاجه اللي ما تخليش داكشي يقطر لكم على حويجاتكم، وتخليوه واحد شويه وعاد تدخلوا تغسلوا. المهم هذه هي الوصفه ديالي. الا بغيتوا تضيفوا ليها واحد المكون واحد اخر حتى هو راه مزيان، القشور ديال الثوم. القشور ديال الثومه حتى هي مزيانه، ماشي الثومه، المهم القشور، راه القشور تا هما فيهم فوائد اللي هما زوينين بزاف. القشور ديال الثومه يمكن لكم تضيفوه على هذا المكون هذا، ومن بعد غادي ديروها الطريقه هذه، الماء وتغليوه وتصفيوه وتعمروه في بخاخ. مره غادي ترشوا على شعركم ولا تخويوه على شعركم، تفزكوه وتخليوه. المهم هو من الاحسن بخاخ احسن. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه لهذه الوصفه غادي نقول لكم الفوائد ديالها، من غير انها تحافظ على الشعر من التساقط، من غير هذا الميزه اللي هي فيها، فهي ضد القشره. يعني الاخوات اللي عندهم القشره يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه، القشره ما تتبقاش. الميزه اللي الاخرى هي ان البصيلات ديال الشعر تيتقواو، والجلده ديال الشعر
حتى هي تتولي قويه، يعني ما تتبقاش تتعالج. الجلده ديال الشعر تتعالج من القشره، وتتعطي للشعر هاد الوصفه تتعطي للشعر واحد اللمعان، لمعان اللي ما عندي ما نقول لكم. المهم غادي تجربوها ان شاء الله وتحكموا. تنتمنى انكم تجربوها، من قلبي تنقولها لكم، يعني جربوها وحكموا وردوا عليا في لي كومونتير. انا فضلت انني واخا هي القناه راه ماشي ديال الوصفات وهذا، ولكن قلت انا ما فيها باس انني الا استفدت انا من واحد الوصفه ما نبخلش عليها بكم، ما نبخلش بها عليكم سمحوا لي. ما فيها باس انني نقولها لكم. هذه غادي نعمرها هنايا وغادي نرش بها على شعري مره، وما فيها باس كل نهار بلا تسمحوا لي، ما فيها باس كل نهار داك القشور ديال البصله بلا ما تلوحوهم، واخا تخليهم يبسوا شي شويه ماشي مشكل، واخا تخليهم يبسوا جمعوهم في شي حويجه هكا وخليهم يبسوا. وهذا وملي تكونوا باغيين تصوبوا هاد الوصفه مره ديروا لهذه الطريقه وديروها هنا. كاينه طريقه واحده اخرى، هو ان هاد الشيء هذا تيبس، وملي تيبس تنطحنوه في الطحانه ديال الناشف وتيولي غبره بودر. يعني داك الغبره يمكن لنا نستعملوها بهذه الطريقه هذه حتى هي يمكن لنا، هي باش ما يضيع، هي باش ما تضيعش باش قشور البصله ما تضيعش يمكن لنا نيبسوها ونطحنوها ونغليوها في الماء بحال هكا ونديروها هكا نفس الطريقه. المهم الطريقه اللي قلت لكم اللي ناسبتكم يمكن لكم تستعملوها. هذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم. واللي عجبو الفيديو ما ينساش لايك باش يطلع للاخوات الاخريات يستافدوا منه، لحقاش فعلا وصفه زوينه والانسان يستغنى على المصاريف بزاف. الانسان تيولي يمشي يشري شي دوايات اللي غاليين، وحنا الحمد لله البيوت المغربيه فيهم وصفات اللي الوصفات ديال جدودنا ديال الجدات ديالنا الحمد لله عندهم وصفات اللي غنيين على التعريف الحمد لله. ما فيها بس اننا نرجعوا الوصفات ديالنا القدام، راه ما كاينش ما حسن منهم. والادويه راه بعض المرات ما تصدقوش معانا، الادويه ماشي دائما تصدقوا. نجربوا هاد الوصفات هادو، داك الساعات ملي تصدقوا حنايا فغينا على الادويه، ما صدقولناش داك الساعات عاد نجربوا الادويه ناخذوهم. ولكن هاد الوصفه هادي انا راني ضامنها لكم بانها راها وصفه رائعه جدا 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 رائعه. جربوها وردوا عليا، انا جربتها واخوات تنعرفهم تا هما تيديروها، ووصفه معتمده. انا ولات عندي وصفه معتمده تنديرها دائما، لا بالنسبه لتساقط الشعر ولا بالنسبه للقشره ولا بالنسبه للمعان. هادو ثلاثه الحاجات انا تيعجبوني في هاد الوصفه هادي، داكشي علاش تنستعملها. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش لايك، ومرحبا بالناس اللي عاد دخلوا للقناه جدادين، ومرحبا بالناس القدام. واللي مازال ما تابوناش يضغط على الزر الاحمر اللي على اليمين ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم بزاف. ولا لقيت تفاعل في هذا الفيديو غادي نجيب لكم وصفات اللي هما ديال جدودنا اللي نافعين وكانوا تيستعملوهم وكانوا تبارك الله ما شاء الله ما عندي ما نقول لكم. الا طلع الفيديو مزيان غادي نعطيكم وصفه ديال تصفيه البشره ديال الوجه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.